النهارده هنتكلم عن افضل موهبه شابه في النادي الاهلي. طبعا هنتكلم النهارده عن اللاعب مروان عطيه. طبعا مروان عطيه منتقل من صفوف الاتحاد السكندري الى النادي الاهلي. طبعا مروان عطيه لاعب كبير ولاعب عظيم بيلعب في خط الوسط في النادي الاهلي. تعال نتكلم عن بعض المعلومات عن مروان عطيه. مروان عطيه العمر 24 سنه، مواليد 12/8/1998. المركز خط وسط. طبعا مروان عطيه طبعا مصري، بيلعب في منتخب مصر، بيرتدي القميص رقم 15، وبيلعب في النادي الاهلي بيرتدي القميص رقم 13. مروان عطيه طبعا عمره 24 سنه. طبعا مروان عطيه من افضل اللاعيبه وافضل خط الوسط اللي انا شايفهم في مصر، وخلال الفتره الاخيره عامه هو ظاهر بمستوى عالي جدا. طبعا مروان عطيه شارك في 23 مباراه، سجل هدف وحيد مع النادي الاهلي، وحصل على 3 انذار اصفر وما خدش ولا بطاقه حمراء. طبعا هو سجل هدف وحيد لان هو اصلا خط وسط فمش بيسجل كتير وكده، بس شغال بيلعب اسيستات، بيقطع كوره. أنا اول مره من فتره كبيره جدا اشوف خط وسط في النادي الاهلي بيدافع وبيهاجم. يعني انا يعني بيرجع وبيطلع مع الكوره وبيعمل اسيستات، بينزل لتحت السلم، كل حاجه في مروان عطيه حلوه. طبعا مروان عطيه لاعب عظيم والله، ان شاء الله الفتره الجايه يقدم اداء احسن من كده بكتير، بس اتمنى ان احنا نشوفه في الملعب باستمرار. طبعا الف مبروك فوز النادي الاهلي امبارح على فاركو 3-0 في الدوري المصري. طبعا كان مباراه جميله جدا، سجل الاهداف علي معلول ومحمد شريف ومحمود متولي. طبعا بالعكس، الهدف الاول سجله محمود متولي، والهدف الثاني سجله محمد شريف، والهدف الثالث سجله علي معلول من ضربه جزاء في الدقيقه 96 او 95. طبعا امبارح شفنا مروان عطيه نزل كبديل في المباراه، نزل غير الملعب. كان فاركو بدا يستحوذ على الاهلي في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني كده، في اول 15 دقيقه ولا 15 20 دقيقه، اول 15 او 20 دقيقه في المباراه في الشوط الثاني كان فاركو بدا يسيطر على المباراه وبدا يستحوذ على النادي الاهلي. فطبعا نزل مروان عطيه شغال الملعب، وده طبعا لانه لاعب كبير جدا، عكس ما كنا شايفينه قصاد بيراميدز. طبعا كان مادي اداء كبير جدا، كان يعني والله كان هو افضل لاعب في المباراه من وجهه نظري، وجماهير النادي الاهلي كلها كان عارف ان هو افضل لاعب في المباراه. وطبعا مستواه بقى عالي جدا في الفتره الاخيره، فده خلى مروان عطيه دخل قلوب جماهير النادي الاهلي بشكل سريع. طبعا اصاب بيراميدز، طبعا هو اصاب عبد الله السعيد. طبعا هو طلع في مؤتمر صحفي وقال ان هو ما كانش متعمد ان هو يصيب عبد الله السعيد، بس هو كان بيقطع الكره عادي قبل ما يشوط الكره على الجون، وده طبعا حاجه طبيعيه اي لاعب في الدنيا هيعملها. المباراة القادمة للنادي الأهلي يوم الاثنين الجاي، هنلاعب سموحة في الدوري المصري الساعة 9:15 مساء. ما تنساش تستنوا وقت المباراة، وطبعا قبل المباراة بيوم أو في نفس اليوم بتاع المباراة هننزل تفاصيل المباراة كامل. بس وكان وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. ما تنساش قبل ما نطلع من الفيديو تعمل فيديو لايك وشير وكومنت وتشترك في القناة وانت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتصلي على الحبيب وتذكر ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.